خوسيه لانا لم يعد إلى دمشق، والفيفا ترفض دفع رواتبه وراتب طاقمه الفني. مغترب شاب يلعب في الدوري السويدي، مستقبل جيد وباهر. كل تفاصيل راح احكي لكم اياها بهالفيديو بالتفصيل والشرح، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وايد فرص، قاتلوا من أجل ماضينا، من أجل تاريخنا، قاتلوا من أجل ذكريات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة عالم سبورت في فيديو جديد وحلقة جديدة. ولكن يا اخواني بتمنى منكم قبل مشاهدة الفيديو فضلا وليس امرا ما تنسون ضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة. لايك كتير مهم مهم مهم. بحلقة يا اخواني في عندي موضوعين حلوين: ظراف انظاف خفاف. يلي بيحب يسمع اهلا وسهلا، يلي ما بيحب يسمع خليه ساكت وبيسمع على هدوء، وسكوتكم ما بيطمن قلبي. فسمعت انه ناس عم بيقولوا انه خوسيه لانا راح يروح، في ناس بيقولوا راح وما رجع، يعني صار كتير حكي. فاخوكم جاب لكم الخبر الحقيقي. شو هو الخبر الحقيقي يا رمزي احمد؟ تفضل المايك معك، يلا. الو الو، تسمعوني؟ نعم. الخبر الحقيقي يا اخواني، ركز معي. خوسيه لانا ما بده يستقيل، او الاتحاد السوري مو ناويين يستقيلون خوسيه لانا. هاي اول شي. ثاني شي، خوسيه لانا ما بده يعيش بسوريا بسبب الاوضاع السيئة. كلنا نعرف وضع بسوريا كيف: انفجارات، حرب، ضرب طيران. يعني الرجال خايف، رجال كان بيته باسبانيا قاعد بحياته ما سمع صوت رصاصة. واحد بيحكي الحقيقة والواقع. ليش نحن دائما نتهرب من الحقيقة؟ يعني ليش نتهرب من الواقع؟ مثلا الرجال بحياته ما سمع صوت رصاصة، يمكن صوت ألعاب نارية مو سمعان. فعم يسمع بشوف بالأخبار وضع سوريا، حرب، السرق، النهب، كل شي متوفر. شو ما بدك عم يصير بسوريا، والرجال من حقه بيخاف على حاله، بيخاف على عائلته. هذا أي شخص، مو بس سوريا، أي شخص آخر مكانه بده يعمل نفس هذا الشيء، يعني خايف. بس لابد من الاتحاد السوري انه بيعالجوا هذا الامر، بيتم معالجة هذا الامر، لأن الاتحاد السوري قبل التعاقد معه كانوا متفقين معه على كل شيء، على كل شيء، وراح يكون مكانه آمن. المنطقة اللي راح يسكن فيها منطقة آمنة وما في أي شيء. ولكن صار العكس، وصرنا عم نشوف كتير شغلات. فبهاي حالة لا، أنا ما بدي أجي على دمشق أو على سوريا بالمشارمة. يعني هون فيفا ما بدهم يدفعون راتبه، ولا راتبه ولا راتب كادره الفني. فهون صارت مشكلة. المشكلة كمان مين قادر انه بيحلها؟ الاتحاد السوري. يعني دائما الحل عند استاذ صلاح رمضان واستاذ عبد الرحمن خطيب او بايهم، صاحب الحلول، او بايهم مثل ما قال ابو فهمي بيظبط الشغلة اللي ما بتزبط. فامور حتى الان تحت السيطرة، الامور هادية، مو مثل ما عم تسمعون على مواقع التواصل الاجتماعي: راح لانا واجا لانا، اجا لانا وراح لانا، بده يستقيل لانا. لا حبيبي، لا بده يستقيل ولا هم يحزنون. ما في اي شيء، هيك خبر نهائيا ما في. لأنا سمعت شخص ما راح اذكر اسمه على فيسبوك ناشر بوست انه عم بيقول لانا راح يروح، الاتحاد السوري مو راضي عليه على الشغل. ليش؟ لانه خسر امام تايلاند. لا يا صديقي، كمان الحكي هذا غير صحيح. هاي المشكلة صارت انه مشان على السكن وفيفا ما فيفا، وراح تنحل هاي المشكلة. والايام القادمة راح يثبت لكم كلامي، وراح يستمر على راس الاتحاد السوري او راس المنتخب السوري لكرة القدم. ونحن بصراحة عم نشوف انه تتطور منتخبنا السوري مع خوسيه لانا جيد. الحل مو انك كل فترة وفترة بتغير مدرب، هذا مو حل ابدا. بدك تلاقي حل، بدك منتخب يتطور، خليك مع مدرب سنتين ثلاثة أربعة، وأنا واثق منتخب السوري مع خوسيه لانا راح يصير أحسن وأفضل وأفضل. بس المشكلة الأساسية هي السكن.
اللانا بده يسكن بإسبانيا، والاتحاد السوري بدهم إنه اللانا بيجي بيسكن بسوريا، هو بده يسكن بإسبانيا. والفيفا في حال خوسيه لانا قرر إنه بيعيش بإسبانيا فما راح يدفعون راتبه. هاي حكينا لكم كل شيء وأعطيناكم معلومة الصحيحة ومعلومة الدقيقة، نستاهل عليها كلمة شكرا. وفي خبرنا الثاني، في لاعب مغترب السوري جاهز كامل مكمل، بس جيبه. طلب الكمال لله سبحانه وتعالى. هذا لاعب اسمه آلان عبد الله، ليس آلان عبد الله. ما دام هيك صار موهب. يلعب في الدوري السويدي من مواليد عام 2007. من مواليد عام 2007 بيلعب في الدوري السويدي، نادي ستوكستين سويدي. والله اسم صعب كتير، يعني أنا يا دوب العربي عم دبر وضعي. مركز جناح يسار، جناح يمين، ورأس حربة. 3 مراكز، الأجنحة ومركز مهاجم. لعب هذا الموسم 12 مباراة في الدوري السويدي الممتاز للناشئين. ركز معي، للناشئين. تخيل كم هذا مسجل؟ 10 أهداف. رقم خيالي، رقم عالمي. 12 مباراة مسجل 10 أهداف. هذا بيفيدنا بالمنتخب الشباب كتير، بفيد يعني غير طبيعي. 2007 ضيف عليه 3 سنين، صرنا 10 17 سنة، وبيصير لمنتخب الأولمبي. لجميع الفئات العمرية فيك تستفيد منه. بتمنى ما يضيعون هاي الموهبة من ايديهم مثل ما ضيعوا باقي المواهب. لاعب من النوعية الفريدة، يعني بيلعب في الدوري السويدي الممتاز للناشئين، مو الدرجة الخامسة أو السادسة أو العاشرة ولا لا، ناشئين. وأنا ما مقلق تجيبه وحطه مع المنتخب الأول، شوي شوي جيبه على الناشئين، على الشباب، على الأوروبي. المهم تعرف إنه في عندك لاعبين. بتمنى بيتم الشغل والتركيز عليه، وما منضيع مواهب من ايدينا، لأنه بصراحة ضيعنا كتير مواهب وندمنا عليها. ضيعنا وندمنا عليها، وبعدين نقول يا ريت لو جايبينه، ضاع من بين ايدينا. بدل ما بنقول بنتواصل معه وبنجيبه. صح ولا مو صح؟ وانا بخدمتكم، يعني دائما اجيب لكم اسماء اللاعبين، اي شيء بيتعلق بامور المنتخب السوري فانا موجود. واليوم ناشئين عندهم مباراة كتير مهمة امام الاردن، دعواتكم له. وانتم يا اخواني شو رايكم بموضوع خوسيه لانا؟ اكتبوا لنا بالتعليقات ورايكم بهذا اللاعب. واذا عجبك الفيديو لايك حلوة من ايدك الناعمة الخشنة، جماعة صباطون، لايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.